بس ملمس الماسك ناعم جدا، كأنك شارية كريم غالي من بره للتجاعيد. مساء الخير على عيونكم وعلى احلى متابعين في الدنيا. طبعا جايبه لكم بقى ماسك معجزه، مش عايزه اقول لكم بقى الماسك ده فوائده كتيره جدا. الماسك ده بيزيل التجاعيد اللي في الوش وفي الايد، بس اهم حاجه الاستمراريه على الماسك ده، لانه بجد ماسك معجزه. طبعا اي حاجه طبيعيه صحيه جدا للوش، ما فيهاش اي ضرر زي الحاجات اللي بنجيبها من بره، ما تعرفش بتعمل ايه في جسمنا. فطبعا ايه ان احنا نعمل حاجة طبيعية وعندنا في البيت احسن من نشتري منتجات غالية، ودي طبعا بتعمل مفعول كبير جدا، لان هما بيستخدموا الحاجات دي برضو في الكريمات والحاجات اللي بيعملوها، وكمان بيحطوا عليها مواد كيماوية طبعا بتبقى غلط علينا وعلى جسمنا وعلى صحتنا. الماسك ده بقى طبعا معايا الخطوات. طبعا الماسك ده فوائده ان هو بيزيل التجاعيد، بيعمل على ترطيب البشرة، لو عندك اي حاجة هالات سودة تحت العين بيشيلها برضو. يعني بصوا فوائده كتيرة جدا جدا جدا، وهتلاقي نضارة في البشرة جميلة جدا. يلا تابعوا معايا بقى الطريقة، وكلها حاجات من قلب البيت. هنا بقى معايا طبق هضيف عليه طبعا معايا زبادي، علبة زبادي عادية جدا اهيت. خلوها علبة الزبادي العادية جدا ديت احلى من الجهينة والحاجات ديت، لانها بتعمل مفعول اكتر وبتبقى طبيعية اكتر. طبعا هستخدم معلقة. وهنا معايا باك لبن نيدو اللي هو لبن البودرة، جميل جدا للبشرة، مش عايزة اقول لكم بيعمل ايه في البشرة. هنحط برضو معلقة منه. تابعوا معايا الماسك ده، الماسك ده جميل جدا لازالة التجاعيد، يعتبر الماسك المعجزة اللي بيعمل على ازالة التجاعيد نهائيا. بس اهم حاجة الاستمرارية، تعمليه مرتين في الاسبوع مع التدليك المستمر في البشرة. وهنا معانا خميرة فورية، طبعا كله عارفها اللي بتتحط للعجين وكده. هنحط برضو معلقة، هو ده المكون الاساسي برضو للتجاعيد. وطبعا الحاجة الاهم اللي بتعمل على ترطيب البشرة جدا جامد زيت الزيتون. زيت الزيتون بجد جميل جدا. هنحط برضو زي ربع معلقة كده من زيت الزيتون. ومعانا برضو هنضيف شوية من السكر زي ربع معلقة برضو. ومعانا طبعا بقى ايه، هنجيب بطاطساية عادية خالص من البيت اهي، وهنبشرها. او ممكن نضربها في الكبة، لو عندكم كبة ممكن تفرموها فيها. بجد بجد هتدعولي على الماسك ده. طبعا عرفوني برضو انتوا من انهي بلد بتتابعوني، وعايزاكم بقى تدعموني لان اول فيديو اعمله معاكم، وان شاء الله يجيب نتيجة حلوة معاكم جدا. وهنا معايا بقى ايه خيارة هي من البيت برضو. انا مش شوفوا انا بعمل لكم كلها حاجات طبيعية من البيت. الخيار جميل جدا للبشرة، والبطاطس كمان برضو فيها نشويات جميلة جدا برضو للبشرة. كلها حاجات ديت مغذية للبشرة جدا. بصوا بقى المكونات اللي احنا عملناها دي. هنبدأ بقى، انا ماشية معاكم خطوة بخطوة اهوت. هناخد المية بتاعتهم نحطهم كده اهوت ونصفوهم. بصوا المية بتنزل بقى ازاي، دي كلها فوائد جميلة للبشرة. هتقولي كده الماسك خلاص خلص؟ لا طبعا لسه ما خلص. عايزين بقى ايه، نخلي القوام بتاعه يبقى كريمي. هنخليه زين بقى عشان لما نحطه على البشرة هقول لكم دلوقتي. هنا بقى معايا معلقة من دقيق الرز. طبعا الرز عندي وطحنته في الكبة. ومعانا برضو معلقة من النشا.
وهنقلب المكونات كلها مع بعضيها لحد ما تتجانس. الزبادي بيعمل على ترطيب البشرة، زيت الزيتون بيعمل على ترطيب البشرة. كل البشرة ما تبقى رطبة وتبقى مظبوطة، ما تلاقيش بقى في تجاعيد في البشرة نهائيا. ده كده شكل الماسك اهوت بقى كريمي. معلش بقى الاضاءة، النور فصل عندي، فايه قلت بقى اكمل لكم في نور ربنا. طبعا بصوا القوام بقى كريمي اهوت، ده اللي احنا محتاجينه. وهنسيبها لمدة 5 دقايق كده او ربع ساعة، وبعد كده هنبدأ ان احنا نستخدمه. تمام. بنحط بقى ايه على البشرة كده، وبنقعد ايه بحركات دائرية، بحركات دائرية كده. بس ملمس الماسك ناعم جدا، كأنك شارية كريم غالي من بره للتجاعيد. جميل جدا. طبعا الاضاءة مش مبينة ايديا كويس ولا مبينة الماسك جميل جدا. بس اهم حاجة ان انت تفضلي مع التدليك المستمر لمدة ايه ربع ساعة كده، تفضلي تدلكي في الاماكن اللي فيها التجاعيد، وتسيبيها لمدة ساعة او ساعتين على البشرة. بعد كده بتغسلي بقى ايه بمية فترة او مية من الحنفية عادي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ان شاء الله في القناة. اشوفكم على خير الفيديو الجاي. باي.